اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. متخيلين ان الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده بنعمله من الزيت المستعمل اللي كلنا بنرميه في زباله؟ دول حوالي 35 قطعه من الصابون الصلب، بنستخدمهم في كل اغراض النظافه. بنستخدمهم في غسيل الملابس وغسيل المواعين، وكمان بنعمل منهم وصفات تانية كتير زي البرسيل جل ووصفات تانية كتير للتنظيف. النهارده ان شاء الله هنشتغل على 3 لتر من الزيت، وهيعملوا لنا الكميه الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي. هنعملهم بطريقه سهله وبسيطه، ونحط اضافه هتخليه صابون قوي جدا جدا، وكمان هيدينا ريحه ولون روعه زي ما حضراتكم شايفين كده. النهارده ان شاء الله هنشتغل على 3 لتر من الزيت. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. اللتر الواحد من الزيت بياخد 150 جرام من الصودا الكاويه اللي حضراتكم شايفينها دي، و300 جرام من السوائل. صودا كاويه، كوستيك، حجر تسليك، مجاري، بطش، يعني زي ما بتسموها. كل لتر من الزيت بياخد 150 جرام من الصودا الكاويه و300 جرام من السوائل. طبعا انا النهارده معايا 3 لتر من الزيت المستعمل، يبقى هحتاج 450 جرام من الصودا الكاويه، وهحتاج 900 جرام من السوائل، يعني تقريبا ممكن نقول لتر. اللتر ده يعني بما يعادل 4 كوبايات تقريبا. هو هيبقى فيه 100 جرام زياده، بس ما فيش اي مشكله خالص. طيب اللتر يعني 4 كوبايات، فانا دلوقتي اخدت كوبايتين 2 من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، ودوبت فيها 450 جرام الصودا الكاويه. مرارا وتكرارا هفضل اقول ان علشان نحصل على افضل نتيجه للصابون بتاعنا لازم نركن الصودا الكاويه ليله كامله. طبعا الصودا الكاوي لو لا قدر الله جت على ايدك، يبقى هتمسحي بس بمنديل كده فيه خل علشان يبطل مفعول الصودا الكاوي. طيب انا دلوقتي قلبتها كويس، والمعلقه كانت طويله وخشب زي ما حضراتكم شايفين كده، وغطيتها وهركنها ليله كامله. معايا 3 لتر من الزيت حضراتكم شفتوه على الميزان. هبدا ان انا انزل بيهم في بوله، وانا محتاجه لتر من السوائل. اخدت كوبايتين 2، حطيت كوبايتين ميه، حطيت فيهم او دوبت فيهم الصودا الكاويه او هيدروكسيد الصوديوم او البطاس، يعني زي ما بنقول عليه في مصر. انا ما بحبش اقول عليه بطاس عشان هو فعلا ما اسموش بطاس خالص. طيب انا كده محتاجه لسه كوبايتين تانيين. اخدت كوبايه دلوقتي من كلوريكس الالوان، طبعا احنا عاملين مقاطعه فممكن نستخدم الكلوريل، ممكن نستخدم صابون سائل، ممكن نستخدم اوكسي جل. المتاح عندنا هنستخدمه، مفيش اي مشكله. وعلى فكره نقدر نستخدم برضو كلور ابيض. طب الكلور الابيض يا اميره مش هياثر على المواعين او مش هياثر على الغسيل الملون نهائي مطلقا، ولا اي حاجه خالص. وجربوا وصدقوني، انا مش جاي اقول اي كلام وخلاص عشان ابوظ لكم مثلا الغسيل ولا ابوظ لكم حاجه. فانتي جربي الكلور، جربي الكلوريل، جربي الصابون السائل، يعني متاح عندك. وحطيت معلقتين كبار من الملح. الملح بيديني صلابه حلوه قوي قوي للصابون، وكمان بيدي بيطهر الصابون. يعني الملح في الصابون الصلب بيديله صلابه وطهاره، وفي الصابون السائل بيديله لزوجه وشفافيه، قوام عالي او قوام تقيل يعني. فاضل لي كوبايه كده من الميه. هعمل ايه علشان ابقى كملت اللتر السوائل بتوعي؟ اخدت كيس من الفانش. الفانش حلو قوي قوي في التنظيف. وهكمل بقى الكوبايه بتاعتي اي مسحوق بودر غسالات عاديه، سواء بقى عندك اوكسي، بس اوكسي انا بحبه جدا جدا. سواء عندك اي مسحوق بودر يكون سايب باهي، يعني اي حاجه موجوده عندكم بودر هتقدروا تستخدموها. وعلشان ادوبها معايا كويس قوي، اخدت كوبايه من الميه السخنه، ويبقى انا كده كملت لتر السوائل بتوعي. ليه لتر سوائل؟ عشان انا مستخدمه 3 لتر من الزيت، واللتر الواحد ليه 300 جرام من السوائل، ف 3 لتر ليهم 900 جرام. انا حطيت بصراحه 4 كوبايات. عفوا. هبدا بقى كويس ان انا ادوب مسحوق البودر، وباكد عليكم لازم يكون المسحوق ده غسالات عاديه، علشان لو غسالات اوتوماتيك بيكون في مانع رغوه او انتي فوم، فانا لازم استخدم غسالات عاديه. بدات ان انا اقلب كويس جدا جدا، وخدوا بالكم لحد دلوقتي لسه ما نزلتش بالصودا الكاويه. بصوا لون الزيت ما شاء الله اللي كان غامق بقى فاتح معايا خالص ازاي. هبدا بقى اقلب كويس جدا جدا. كوبايه المسحوق البودر اللي انا حاطه عليها كوبايه الميه، مع كوبايه الكلوريل اللي انا حطيتها، معلقتين الملح. في سكر عندك تقدري تحطي معلقتين 3 4، مفيش اي مشكله. السكر بيديني نعومه حلوه قوي قوي للصابون، وكمان بيديني رغوه حلوه قوي. الصودا الكاويه الجميله اللي انا ركنتها، على فكره انا قلت لكم هركنها ليله، بس انا ركنتها حوالي ليلتين. بصوا بقت عامله زي الجليسرين بالظبط، نفس القوام نفس الشكل كده. الصودا الكاويه لما بتبات بتروح في حته تانية خالص. طيب هبدا ان انزل بيها بالراحه خالص كده، ومحتاجه من حضرتك مش اقل من تلت ساعه تقليب متواصل عشان احصل على افضل نتيجه للصابون. لازم تلت ساعه تقليب متواصل. حضرتك هتقعدي علشان رجليكي ما توجعكيش وتحسي ان الموضوع مرهق بالنسبه لك.
بعد التلت ساعه الصابون بدا ان هو يتقل معاكي، احنا كده تمام. حاسه ان هو لسه محتاج تقليب شويه علشان القوام بتاعه يتقل، يبقى هتروحي وتيجي عليه، ما تفضليش قاعده عشان ما تزهقيش. فاحنا هنبدا نقلب نقلب نقلب. عندك خلاط الشفشق بتاعه نفسه ما بقيتيش تستخدميه، تمام، حطي فيه الصابون. ما فيش يعني، يا دوب هما 3 دقايق ضرب هتبص تلاقي القوام تقيل جدا. هاند بلندر برضو تمام. ما فيش لا ده ولا ده، خلاص استخدمي المضرب السلكي عادي جدا زي ما انا بعمل كده. دايما ما بحبش استخدم لا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا هاند بلندر، عشان لو الحاجات دي مش متوفره عندكم ممكن تفتكروا ان النتيجه مش هتنجح معاكي. طيب انا دلوقتي حابه بس ان انا العب شويه في الصابون، فجبت بقى لون احمر اهو. على فكره دي الوان غذائيه عاديه جدا. لو حضرتك عايزه الوان تثبت في الصابون وما تتغيرش وتديكي نفس الدرجه، هتجيبي الوان مايكا. انما دي كانت الوان غذائيه عاديه جدا، موجوده عند العطار، موجوده عند بتاع المنظفات، والخطوه دي مش اساسيه نهائي. يعني حابه تعمليها اعمليها، مش حابه تعمليها خلاص مش اي مشكله. بس انتوا عارفين انا بحب العب شويه بالصابون. طيب هبدا يعني اقلب بس مش قوي، علشان مش عايزه الصابون كله يديني اللون الاحمر ده. طيب عندك قوالب سيليكون هيبقى حلو قوي. عندك علب لبن هتغسليها كويس وهتحطي فيها الصابون، وبعد يومين 2 هتبداي ان انت تقطعيه، علشان لو نشف هيتكسر مش هيتقطع. الصابون بنغطيه في الاول علشان خاطر يتخمر. الصابون ده اسمه صابون التخمير، عشان يتخمر ويدينا نتيجه كويسه. بنغطيه بقيه اليوم، وتاني يوم بقى بنشيل من عليه الحاجه اللي احنا مغطينها بيه، وبنبدا نعرضه للهواء علشان ينشف. نشف معايا تمام، هبدا بقى ان انا الفه كده في ستريتش، او احطه في كيس واقفل عليه كويس، او في كرتونه، واركنه لمده شهر شهرين 3 علشان يكون امن على الاستخدام او امن في الاستخدام. الصابون ده يا جماعه كل ما بيتركن كل ما بيدينا نتيجه احسن وافضل بكتير. هتبصوا تلاقوا الرغوه بتاعته عاليه جدا، وهتبصوا تلاقوا ملمسه كمان بقى ناعم جدا. هتبصوا تلاقوا مفيش اي ريحه تماما للزرنخه ولا للدهننه ولا لاي حاجه من الحاجات دي، بس بعد ما يعدي عليه بقى مش اقل من 3 شهور. سبب ان الصابون ما بيبقاش جودته حلوه لما تيجي تستخدميه ان هو بيكون لسه معمول مثلا بقاله 15 يوم او 20 يوم، وتبداي لمجرد ان هو نشف انك تستخدميه. والله العظيم يا جماعه مش بضحك عليكم، فتره حضانه الصابون اللي على البارد 6 شهور. ابحثي كده عن الكلام اللي انا بقولك عليه ده وشوفي مدى صحته. ده مش معناه ان انا ما ينفعش استخدمه بعد مثلا 15 20 يوم، لا، بس بقولك عشان تحصلي على افضل نتيجه للصابون. بصوا ما شاء الله كان عدى عليه هنا حوالي 5 أو 6 ايام. شايفين ما شاء الله لونه بدأ يفتح معايا، الصلابه بتاعته تمام، وهتقدري تغسلي بيه المواعين وتغسلي بيه الملابس. لو عايزه تبشريه وتعملي منه برسيل جل، هتحطي كلوركس الوان لما تيجي تغسلي الوان، وكلور ابيض لما تيجي تغسلي الابيض، عشان تحصلي على افضل نتيجه. لكن لوحده كده هيخلي ريحه الغسيل مش احسن حاجه، وكمان مش هيديك النتيجه المرضيه، وكمان هتكون رغوته ضعيفه مع كميه الميه بتاعه الغساله. ما تنسوناش بقى بلايك واشتراك في القناه. بحبكم في الله.